السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. قبل ما ابدأ الفيديو قولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الكومنتات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك ليصلكم كل جديد مني. النهاردة بقى اليوم اللي كلنا بنأجله، يوم التنظيف. التلاجة مش بس مكان بنحط فيه الأكل ولا ده قلب المطبخ، وعلشان تفضل صحية وريحتها حلوة محتاجة عمرة، وكل فترة كده جهزي أدواتك ويلا بينا. هتجيبي معايا بقى كربوناتو وخل وصابون اطباق وفوطه بقى ماكرو فايبر. ونبدا اول خطوه بقى واهم خطوه، هنفضي التلاجة تماما. طلعي كل حاجه، ودي فرصه كويسه علشان نشوف ايه اللي صلاحيتها انتهت وايه اللي محتاج يترمي. اهم حاجه لو في اكل خايفه عليه يبوظ، حطيه في ايس بوكس او جمعيه كله في مكان واحد وحطيه في مكان بارد. دلوقتي التلاجة بقت فاضيه، هنبدا نغسل الارفف والادراج في الحوض بليفه ناعمه علشان ما تتخربش لو عملناها بليفه خشنه يعني وكده. ونشفها كويس قوي قبل ما نرجعها التلاجة تاني، عشان الرطوبة هي عدوة التلاجة. هنمسح التلاجة من جوه بقى بنفس الخلطة اللي عملناها في اول الفيديو. بلاش تستخدموا منظفات كيماوية ريحتها نفاذة عشان ما تكرفش على الاكل. هنا بقى كنت مالية الحوض مية دافية، والخلطة اللي احنا كنا عاملينها في اول الفيديو حاطة فيها شوية في الحوض، والباقي في الطبق اللي انا بغسل بيه الرفوف ده. طبعا انا بغسل الرفوف بسيبها تتصفى كويس جدا عشان ما احطهاش في التلاجة ويكون فيها مية او كده رطوبة تضر التلاجة. اهم حاجة توضعي الفوضى وما تصحيش تسألي نفسك انضف ايه النهاردة. لازم تكوني عاملة لنفسك خطة ترتبي فيها ان النهاردة انا هعمل المطبخ، النهاردة هعمل الأوضة. لازم يكون في خطة شغل ليكي. الوقت بيخلص، بنخلص في نص الوقت وبمجهود اقل لو عملنا ومشينا بالنظام ده. وكده هيسهل عليكي كتير قوي في انك تخلصي شغل، خصوصا لو معاكي طفل صغير. بتنجزي شغلك افضل من انك تصحي تبقيش عارفه هتعملي ايه او تبداي منين. مين معايا يا جماعه اطفال صغيره كده وحشره نفسها في كل حاجه زي ابني كده؟ في المطبخ افتح التلاجة يكون هو قبلي في قلب التلاجة، كان ناقص يقعد في قلب التلاجة. اقف على الحوض، لا عايز يطلع يقف يقعد على الرخام عشان يشوف انا بعمل ايه. علشان الريحة تفضل منعشة، حط علبة صغيرة فيها كربونات صوديوم أو قطعة فحم أو فانيليا في باب التلاجة. دي بتمتص أي روايح كريهة فورا. يعني شايفين الفرق؟ الريحة والنظافة راحة نفسية. انتوا عارفين ان التنظيفة دي لو عملتها كل شهر التلاجة هتعيش معاكي سنين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك، وقولولي في التعليقات ايه اكتر حاجة بتغلبكم في المطبخ، في تنظيف المطبخ. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.